وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله رب العالمين، خلق اللوح والقلم وخلق الخلق من عدم ودبر الأرزاق والآجال بالمقادير. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والمكان المشهود. اللهم صل وسلم وبارك على من بالصلاة عليه تحط الأوزار وتنال منازل الأبرار، رحمة عزيز الغفار، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وهذا البرنامج كما تحدثنا يتناول تاريخية اللغة العربية منذ القدم في العصور والدهور، من حيث نهضتها وانتشارها في العالمين، حيث نبحر معا في عالمها العميق، لأنها البحر كما قال شاعر النيل حافظ إبراهيم: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا القواص عن صدفاتي، ونتلمس جمالها ومحاسنها، كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. في هذه الحلقة نتكلم ونتناول سلطنة من السلطنات الإسلامية التي كانت أو نشأت بما يعرف ببلاد الطراز الإسلامي في شرق أفريقيا، أو بالأحرى ما يسمى بالمصطلح القرن الإفريقي الآن. وكما ذكرنا سابقا، سميت ببلاد الطراز الإسلامي لأنها كانت على شاطئ البحر الأحمر تطرزه كالطراز، فسميت ببلاد الطراز الإسلامي، وهي ممالك وسلطنات نشأت أكثر من 10 مملكة أو سلطنة. وهي سلطنة أوفات الإسلامية ودورها في نشر الإسلام وعلوم اللغة العربية. وهذا المقال أخذناه من مجلة اسمها المؤرخ المصري بعنوان سلطنة أوفات في العصور الوسطى. يعني هذه السلطنة كانت قبل 700 عام في العصور الوسطى، ولذلك يقول صاحب المقال: لم تكن سواحل الحبشة والصومال، طبعا لا توجد كلمة صومال سابقا، هي كلمة حديثة ولكنه كتب هكذا: لم تكن سواحل الحبشة وبلاد الطراز الإسلامي في ذلك الوقت مجهولة لدى شعوب العالم الخارجي منذ أقدم العصور، إذ كشفت البحوث التاريخية والأثرية عن وجود صلات قديمة ومستمرة بين هذه السواحل وشعوب العالم الخارجي. وقد اهتم العرب بالدراسات الإفريقية بالدراسات الجغرافية والفلكية والطبيعية والتجارية المتعلقة بتلك البلاد. وأشهر الرواد العرب الذين تحدثوا عن بلاد إفريقيا الشرقية وخاصة الحبشة هم المسعودي وابن حوقل والإدريسي وأبو الفداء وغيرهم من علماء المسلمين. وهكذا كان العرب من أهم الشعوب التي اتصلت بالحبشة منذ القدم، وقد نشطوا في الاتصال بتلك المناطق منذ زمن دول معين وسبأ. هذه الدولتين كانت في اليمن وحمير، وكان لهذه الدول نشاط كبير
في الحركة التجارية والبحرية والبرية، إذ تمكنت من السيطرة على تجارة العالم، لأن هذه المنطقة منطقة يعني كما يطلق عليها منطقة استراتيجية مهمة لوجود ما يسمى باب المندب الذي يصل بالمحيط الهندي بالمحيط المتوسط شمال أفريقيا. وتجارة العالم القديم في المحيط الهندي وسواحل شرق أفريقيا. كذلك كان لعربي الحجاز دور كبير في هذا المضمار بعد أن تمكنوا من السيطرة على ناصية التجارة عقب تدهور دول الجنوب، أي دول اليمن التي نشأت منذ القرن السادس الميلادي، ثم تدفقت مجموعات العرب والمسلمين بعد ازدهار الإسلام دينا ودولة، بعد أن تكونت الإسلام دول إسلامية صار لها شأن كبير. الإسلام صار له شأن كبير في قيام دول إسلامية، فأنشأوا المراكز والإمارات العربية ونشروا الإسلام بين القبائل الإفريقية التي كان من أهمها الصوماليون والأحباش والدناكل والأرومو، كان يطلق عليهم سابقا بكلمة القالة، وهما الأرومو قومية الأرومو المتواجدون حاليا في إثيوبيا، وهم أكثر عددا من الأحباش، وكذلك البانتو والبيجا، ومن بينهم كذلك القبائل الإريترية وغيرهم. وقد حمل دعاة الإسلام إلى هذه البلاد حضارة ذات مظاهر. أولا، طابع الحضارة العربية من حرية العقيدة وحرية الفكر وعدم الجمود. يعني حرية العقيدة، الإنسان يعني يكون مسلما ويدعى إلى الإسلام وكذا، وإن أبى وكان نصرانيا ويهوديا لا يجبر على الدين الإسلامي. وهكذا يقول صاحب هذا المقال. ثانيا، ثقافة عربية إسلامية جامعة شاملة لمختلف الفنون والعلوم، والدين الإسلامي نفسه الذي يتلائم مع كل زمان ومكان. وهكذا كان المهاجرون يحملون طابعا جديدا بالإضافة إلى نشاطهم التجاري القديم، وهذا الطابع الجديد يتمثل في عقائدهم ومذاهبهم التي سادت في بلادهم نتيجة لظهور الإسلام وما تلاه من نشوء الفرق والمذاهب الواحدة تلو الأخرى لنشر الدعوة. وتحكمت في ذلك عوامل اقتصادية وسياسية ودينية أو اجتماعية، إذ أنها جميعا لم تصل في وقت واحد. وقد قامت الدعوة للدين الإسلامي في الحبشة منذ ظهور الإسلام، كما نعرف الهجرة الأولى والثانية إلى بلاد الحبشة إلى ملك لا يظلم عنده أحد، وهو أسحم الحبشي النجاشي، وبهجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة، ثم توافد المسلمين بعد ذلك للأهداف التجارية. وقبل هجرة المسلمين الأولى والثانية إلى الحبشة، هذه المنطقة كانت معروفة عند العرب، وكانوا يتاجرون، كانت تقوم بينهم تجارات وهكذا. وبعد أن دانت لهم بلاد العرب حتى أضحوا يتحكمون في طرق القوافل داخل الجزيرة العربية، كما أسهموا بنشاط كبير في التجارة الشرقية بين مصر والهند عن طريق البحر الأحمر، أي ما يسمى سابق الزمان ببحر الغلزم أو ببحر سعد الدين، هذا البحر الأحمر. كذلك اخترق عدد منهم الحدود الحبشية وأسسوا مراكز استقرار بالتدريج، وتحكموا في ثغور الحبشة المهمة التي كان من أهمها ميناء أدوليس، والآن ما يسمى في منطقة في أريتريا يسمى
زولا. منطقة زولا هي ميناء قديم يسمى ميناء عدوليس، وهو ميناء دولة أكسوم، مما أدى في نهاية الأمر إلى القضاء على تجارة الحبشة الخارجية، ونتيجة لذلك انحطت مملكة أكسوم الحبشية، وهي المملكة المسيطرة على الجزء ردحا طويلا قبل الإسلام. كما قلنا هذه سميت بالحبشة لهجرة قبيلة حبشية اسمها حبشة العربية من الجزيرة العربية قبل الإسلام، وأنشأت هذه المملكة التي كانت تتسع اتساعا كبيرا في شرق أفريقيا. وقد أخذ الإسلام بعد أفول أكسوم الحبشية يتقدم بخطى واسعة من الساحل إلى الداخل، أي الإسلام انتشر من الساحل الشرقي لأفريقيا إلى الداخل، فاعتنقته القبائل التي كانت تسكن شواطئ أريتريا، ثم انتشر بعد بين بعض القبائل الناطقة بلغة التيغري هم البني عامر أو القبائل التي تتكلم بلغة التيغري، وهي لغة حبشية، وفي جزء من قبيلة البلين في معظم البجة، وكذلك بين القبائل المتفرقة المسمى بالجبرتة وقبيلة الدناكل أو الدناقل. هذه قبائل قديمة موجودة في هذه المنطقة، امتدت من سواكن وتكونت على إثر ذلك مراكز استقرار على طول الساحل الشرقي لأفريقيا. امتدت من سواكن على ساحل البحر الأحمر إلى مقديشو، ومقديشو كما ذكرنا كانت ولاية أو مملكة أو سلطنة إسلامية، ومركا وبراوة ومومباسا وزنجبار وكلوة، هذه المناطق كلها شهدت الإسلام وشهدت الحضارة الإسلامية والعربية. وفي الداخل في إثيوبيا أو بالحبشة امتزج المسلمون بالوطنيين وساهروهم، فأخذ الإسلام ينتشر تدريجيا إلى واعتنقته عناصر الساهو والعفر في شرق الحبشة، كما امتد إلى مناطق السيدامو الشرقية وجنوب الحبشة، أي الآن بما يسمى إثيوبيا. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الأعزاء. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى بعد فاصل قصير، ثم نواصل ما انقطع من الحديث عن سلطنة أوفات الإسلامية التي كانت في العصور الوسطى. وذكرنا المناطق التي انتشر فيها الإسلام من سواحل أفريقيا إلى الداخل الحبشي، وكثر المسلمون في أرض البجة، انتشر الإسلام، ولم يكن هنالك هذه ما يسمى بسايس بيكو، هذه الزرائب التي وضعها الاستعمار لكل دولة. كان المجال مفتوحا لكل إنسان يتنقل حيث شاء ومتى شاء بحرية تامة. وكثر المسلمون في أرض الحبشة بالدعوة الإسلامية التي انتشرت فيه، وشجعهم على ذلك. هذه المنطقة فيها معادن الذهب والزمرد والفضة والنحاس والرصاص والحديد. هذه المنطقة إلى الآن فيها غنية بهذه، لذلك أعداء الإسلام لم يتركوها هكذا، شغلوا الناس في هذه المنطقة حتى لا يستفيدوا من هذه الخيرات الربانية. وامتزج المسلمون بالبيجاويين وساهروهم، وكان من نتيجة ذلك دخول كثير
من أهل البيئة. الإسلام كان ينطلق بأخلاق من ينتمي إلى الإسلام من التجار وغيرهم، وكانوا ينشرون هذا الدين، وهذه القبائل كانت تستقبل لما فيه معاني طيبة في الإسلام. وأشهر القبائل العربية التي استقرت بها في مناطق البجا هي من ربيعة وقحطان أو قحطان، إلا أن قبائل ربيعة كانت أقوى العناصر التي سادت وغلبت على من جاورها من العرب القحطانيين. ومن المراكز التي تأسست في منطقة شوا الشرقية، الآن موجودة هذه المدينة في شوا في إثيوبيا بالحبشة، مملكة يحتمل أنها قامت على حوالي نهاية القرن الثالث الهجري، نهاية القرن التاسع الميلادي، بزعامة أسرة. هذه سلطنة شوا الإسلامية نشأت بزعامة أسرة عربية تنتسب إلى قبيلة مخزوم القريشية، وهي التي ينسب إليها سيدنا الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه. ويقال أن أفراد هذه الأسرة هاجروا عبر البحر الأحمر على عهد خلافة عمر بن الخطاب بزعامة ود ابن هشام لتستقر هناك في منطقة من أخصب مناطقها وهي منطقة شوا. قبل سلطنة أوفات الكبيرة كانت هذه السلطنة نشأت في القرن التاسع الميلادي، أي عام 282 هجرية الموافق 896 ميلادية، يعني قريب للعهد الإسلام في ذلك الوقت. وكذلك قامت مشيخات إسلامية أخرى في تلك المنطقة وما يليها شرقا في عدل، برضو سلطنة اسمها سلطنة عدل، ومورة وهوبات وجيديا، غير أن هذه جميعا لم تعمر طويلا، هي مشيخات بدأت وانتهت سريعا، لم تعمر طويلا نظرا للخلافات والتنافس فيما بينهما، فضلا عن أن عنايتها كانت منصبة على شؤون التجارة ولا سيما تجارة الرقيق. هذا طبعا كلام يقال، كلمة تجارة الرقيق نسبت إلى المسلمين زورا، فسرعان ما طوتها أقوى الإمارات الإسلامية في بلاد الحبشة وهي إمارة أوفات. ولعل الفترة البارزة في التوسع الإسلامي في إثيوبيا تقع بين القرنين الرابع والسادس الهجريين والعاشر والثاني عشر الميلادي. ففي هذه الفترة توسع المنظم للإسلام دينا ودولة في هذه المنطقة، من ناحية نشر العقيدة الإسلامية وتدعيم سلطان الممالك الإسلامية، ولو على حساب بعضها البعض داخل الوطن الحبشي. فمثلا تحولت منطقة نهر جوبا وهو موجود في الصومال للإسلام حوالي عام 1108 ميلادي، وامتد سلطان المسلمين حتى منطقة البحيرات العظمى. فأصبحت هذه الرقعة الإسلامية الممتدة في جزء من إفريقيا الشرقية تحيط بالحبشة أي أكسوم من الناحية الشرقية، وتقابل اليمن في الجزيرة العربية. ومن أجل هذا الوضع الجغرافي نعتها المؤرخون بمنطقة الطراز الإسلامي، لأنها على جانب البحر كالطراز له. هذه الممالك أو السلطنات التي نشأت وعددها أكثر من 10 سميت ببلاد الطراز الإسلامي لأنها كانت على جانب البحر كالطراز له تطرزه. واشتهر في هذا الطراز إمارات 7 أو ممالك 7، وهي أوفات ودوارو وأرابيني وهدية وشرخة وبالي ودارة. هذه الممالك القوية التي نشأت في هذه المنطقة بما يسمى ببلاد الطراز الإسلامي.
وهذا ليس بعيدا، قبل 700 عام يعني نشأت هذه المملكات، ولا نجد لها الآن تاريخ في هذه البلاد، في الصومال، في إريتريا، في جيبوتي، لا يذكر هذا التاريخ، لأنه يخص المسلمين ومحيت، بل صدرت الكتب التي كتب عنها ومحيت حتى لا يعرف الناس تاريخ مجدهم الأصيل الإسلامي في هذه المنطقة. وقد اتسم تكوين هذه الممالك بالطابع السلمي التجاري أو الاقتصادي بصفة عامة، إذ امتلك المسلمون ناصية التجارة الداخلية والخارجية، ولم تكن في نشأتها وتوسعها عسكرية، كانت مسالمة في أول أمرها، ولكن حينما جاء الأحباش وتسلطوا عليهم كانت هنالك ما يسمى حركة الجهاد الإسلامي في شرق أفريقيا، والتي سنتناولها في مستقبل الأيام. ويرجع ذلك إلى أن الحبشة هي موطن الهجرة الإسلامية، حيث أصاب المسلمون الدار والقرار، فلم تكن دار جهاد. ثم إن هذه الممالك ارتبطت بالعالم الإسلامي الخارجي، وتوطدت صلتها به عن طريق التجارة والحج بين هذه المناطق، شرق إفريقيا والجزيرة العربية، بالتجارة والحج وغير ذلك من المنافع البشرية، وانتقال طلاب العلم للدراسة في المدينة المنورة ودمشق والقاهرة، وكذلك في الشام، وصار لرواد الثقافة الإسلامية أروقة خاصة بهذه المراكز. فهناك رواق أهل الزيلع بالمسجد الأموي بدمشق إلى الآن موجود، وكذلك أفرد الرواق لهؤلاء بالأزهر يعرفوا برواق الجبرتة نسبة لسلطنة جبرة الإسلامية. فهؤلاء كان يرسلون أبنائهم لتعلم الدين الإسلامي في هذه المراكز الإسلامية، سواء كان في الأزهر أو في المدينة المنورة أو إلى المسجد الأموي في دمشق. وتعد سلطنة وفات أقوى سلطنة إسلامية قامت في الحبشة بسبب تحكمها بالطريق التجاري الذي يربط الداخل بميناء زيلع. ميناء زيلع الآن ما تسمى دولة جيبوتي. هذه المناطق، هذه التسميات أريتريا والصومال وإثيوبيا وجيبوتي، هذه أسماء جديدة أطلقها الاستعمار الصليبي. وقد أسسها قوم، هذه السلطنة وفات أسسها قوم من قريش، من بني عبد الدار أو من بني هاشم، من ولد عقيل ابن أبي طالب. طبعا هذا تاريخ ثبت في الكتب التاريخية لهذه المنطقة، ونجد كلمة عقيل موجودة الآن، أسرة عقيل أو إطلاق اسم عقيل في هذه المناطق، وعقيل ابن أبي طالب. وسلطنة وفات هي التي تزعمت حركة الجهاد ضد الحبشة المسيحية بقيادة المجاهد أحمد جرين أو جيري، فانتصر على الحبشة، ولكن بعد ذلك ضعفت هذه المملكة وانهزم أمام الحبشة. أما الوضع السياسي لتلك الممالك الإسلامية فإنها كانت خاضعة لملك الحبشة، وعليها أن تدفع ضرائب لضعفها. كانت تدفع ضرائب معينة في كل سنة لملك الحبشة حتى يسلموا من الاعتداء عليهم، وهكذا لضعفهم من القماش والحرير والكتان مما يجلب إليها من مصر واليمن والعراق، كان يذهب إلى ملك الحبشة في أكسوم.
وهكذا نجم عن انتشار الإسلام في الحبشة قيام عدة إمارات أو سلطنات ومراكز، أهمها سلطنة أوفات الإسلامية، وهي جميعا مستقلة داخليا وتدفع الجزية أحيانا لملك الحبشة. وكانت الكنيسة القبطية في مصر تكلف مبعوثيها في بعض الأوقات بمراعاة مصالح المسلمين في الحبشة. فمثلا تدخل بدر الجمالي وزير الخليفة المستنصر الفاطمي سنة 427 هجرية الموافق 1035 ميلادي، كانت ما يسمى بالدولة الفاطمية في ذلك الوقت. ولأنه الأحباش كان يقتلون المسلمين في هذه المنطقة وكانوا ضعفاء، فكانوا يستنصرون بهذا الخليفة، والخليفة كان يرسل عبر الكنيسة القبطية. لذلك الآن هؤلاء الأحباش النصارى يرتبطون بالكنيسة القبطية المصرية. وقد سيطرت على ملوك الحبشة عدة عوامل في صراعهم ضد المسلمين. لماذا هذا الصراع؟ أهمها العامل السياسي والاقتصادي والديني كذلك، وللحد من نشاط المسلمين التجاري وإضعافهم، كما يحصل الآن إضعاف المسلمين في هذه المناطق التي صلبت من المسلمين، واستيلاء على مناطقهم وأراضيهم وطردهم من بلادهم حتى تتغير الجغرافيا الإسلامية إلى جغرافيا نصرانية. إلى حلقة جديدة استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي